حروب الشام من 1831 ميلاديا ل 1839 ميلاديا. اسبابها ايه؟ رقم واحد، توتر العلاقات بين محمد علي والسلطان العثماني. طب ليه العلاقات اتوترت؟ بسبب تفاوض محمد علي مع بريطانيا بدون رجوع للسلطان العثماني. حصلت ثوره في المورا في اليونان، والسلطان العثماني طلب من محمد علي اقوى ولي عثماني ساعتها انه يروح يقضي على هذه الثوره، وبالفعل طلع باسطوله البحري وواجههم. بالرغم من تحطيم الاسطول البحري بالكامل الا ان محمد علي انتصر عليهم وقدر يقضي على الثوره دي. رقم اثنين، رغبه محمد علي في الانفصال عن الدوله العثمانيه، وده اول حاجه هو كان عاوز يعملها اول اصلا ما دخل مصر. تخلص من الزعامه الشعبيه، المماليك، حمله فريزر، والجو فضله في مصر ضد الدوله العثمانيه. حروب الشام الاولى والثانيه قدر فيها ان هو يضم شبه الجزيره العربيه في الشام لحكمه. بريطانيا بتبص من بعيد، ما عجبهاش الوضع بسبب تزايد قوه محمد علي، وان بقى قوه عظمى جديده بتهدد مصالح بريطانيا في مصر. تم عقد اتفاقيه لندن 1840، شروطها تنازل محمد علي عن شبه الجزيره العربيه والشام مقابل تثبيته في حكم مصر. 1841 اصدر السلطان العثماني فرماني الاول يقضي بحكم وراثه حكم مصر لاكبر ابناء محمد علي من الذكور، الثاني بيقضي بضم السودان لحكم محمد علي. وبكده انتهت محاوله محمد علي بالاستقلال بمصر.